السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الراعي الرسمي بقى بتاع السحور، كل سنة وانتوا طيبين. طبعا ده الطبيعي بقى ان السحور هيبقى بقى الفول، وندمس الفول الحلو الجميل ده بقى مع بعض ازاي. بسم الله ما شاء الله. اهم حاجة نجيب الفولة البيضة اللي هي البلدي، لان في فول روم كبير وفي الفولة اللي مش الصغيرة، لا اللي هي الوسط دي. الفولة ديت انا مسكتها غسلتها ونقيتها كويس وغسلتها، وننقعها بقى، نقعها كده من بالليل لحد الصبح. بسم الله ما شاء الله. كده انا نقعتها من بالليل للصبح، احنا في عصر السرعة. بسم الله ما شاء الله. ده نص كيلو، والقدرة بتاعتنا دي يعني بتاخد لها بتاع ايه، كيلو الا ربع. فانا هحط لها نص كيلو عشان الاضافات اللي انا هحط لها. ده اول حاجة. ده بتاع دوت بليلة، يعني ده قمح بليلة اللي هو المجروش. ده غسلته ونقيته بتاع حوالي 5 معالق قمح بليلة. وحطيت برضو فول مدشوش، غسلته ونقيته. ده بقى بحطه مع الفول، بيديله قوام وبيدي اللون الجميل بقى، بيبقى ملفوف، ولا نحط نشا ولا نحط دقيق ولا الحاجات دي. وده برضو شوية عدس كده، 5 معالق عدس. الخلطة دي كلها مع بعضها بسم الله ما شاء الله. أول حاجة بتبقى مادة غذائية، يعني بتبقى كلها فيتامينات، وبتبقى يعني كل اللي حطيته ده حاجة كده مغذية يعني ما شاء الله. العدس والفول مدشوش والقمح البليلة، ودي قطية كده قطعتها. اللهم صل على النبي. ولا نحط بقى كركم ولا الألوان اللي بتتحط دي، كل واحد بقى يحط الحاجة اللي هو بيحبها. يعني دي اللي أنا بعمله بسم الله ما شاء الله. وهيطلع الفول قدامكم أصفر كهرمان وبالصلاة على النبي. ودي ليمونة أنا غسلتها وعصرتها نص عصرة كده، وأحطها برضو بقشرها كده بالصلاة على النبي. واحطه بقى ايه، زودته بقى مية مغلية واحطه على النار. اهم حاجة ان احنا نوطي عليه النار كده، هو تنشف شرب بالمية بتاعته. وانا زودته. اهم حاجة يا حبيبتي ان انت تزوديه مية بتغلي، ما تحطلوش مية ساقعة ولما يشرب ميته. ليه؟ علشان ما يسودش منك وما ياخدش معاك وقت. بسم الله ما شاء الله. شايفين الفول استوى وعمل ازاي؟ ولا حطينا له بقى كركم ولا حطينا له اي حاجه. انا كده بشيل الليمونه، القشره الليمونه اللي انا حطيتها، واللي بشيل برضو القطايه برضو بقت قشره كده استوت واتهمكت مع الفول. وما شاء الله الفول علشان تنقعيه من بالليل للصبح ما بياخدش معاك وقت. شايفين عامل ازاي؟ اصفر كهرمان بالصلاة على النبي. يعني بصوا القشرة بتاعته ناعمة كده ومش مجلدة ولا اي حاجة. اللهم صل على النبي. وكل سنة وانتوا طيبين ويعود عليكم الايام بخير. طبعا رمضان بقى والسحور ما ينفعش فيها الا لازم المقدس الفول. السحور لازم الفول، طبق الفول ده اللي بيبقى على السحور اهم حاجة. بسم الله ما شاء الله. طلعت بقى كده وهنحيق بقى طبق محترم كده، واسيب بقى اللي في القدرة دي تبرد، اكيسه واحطه بقى ايه في التلاج. اما يبرد خالص اعبيه بقى في اكياس، واحط بقى حسب الوجبة اللي انا بعملها، واحطه في الفريزر. ومن ما نحتاج بقى كل يوم نطلع لنا كيس، بدل ما نروح نشترك الحبة قد كده ب5 جنيه ما بيكفوش عيل. انما بقى طبعا ده سحور والكل عايز ياكل الفول، فلازم بقى نعمل بقى ايه اللي يكفي الكل. حطيت لها بقى شوية ملح، وحطيت بقى ايه شوية كمون، وده حبة زيت برضو، زيت زيتون. بالصلاة على النبي. طبق فول محترم. مفيش احلى من ان انت تعمليه في البيت ولا نشتريه من بره ولا حاجة، والكل ياكل والكل يتسحر وينبسط. وحبة طحينة كده وحطيناهم عليه. احلى سحور واحلى طبق فول تعمليه ببيتك احسن من اللي تشتريه من بره. والنص كيلو على الخلطة دي كفيك قد كده. وده بقى السحور بتاعنا. وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسوناش بالاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.